هذه إذاعة إرنا. السيدات والسادة الأكارم مستمعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 22 من أبريل. وكما عودناكم سيداتي سادتي نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم موجهات منظمة الصحة العالمية لكيفية مقاومة فيروس كوفيد-19، ثم نقدم لكم حلقة خاصة من برنامج متابعات، وفيه يقدم الزميل أحمد شريف حلقة تأبينية للفقيدة الراحلة الأستاذة منى مصطفى عبدو. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إريتريا تمتلك 11 جهاز مساعدة على التنفس فنتليتر. الرئيس الأمريكي يستغل الظرف الصحي لفرض أجندته السياسية. تسجيل حالات إصابات جديدة بالمرض في السودان. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. في الوقت الذي تنتشر فيه مخاوف حقيقية من انتشار وباء كوفيد-19 في أرجاء البلاد، ذكر مصدر موثوق لإذاعة أرينا بأن إريتريا تمتلك 11 جهاز مساعدة على التنفس فنتليتر، وهو الجهاز الذي يساعد المصابين بحالات متأخرة من الفيروس على التنفس ومقاومة المرض. وقال المصدر وهو ممرض سابق في قسم الجراحة في مستشفى أوروتا بأن العدد الإجمالي لكل هذه الأجهزة هو 11 جهازا، وأن سعر الجهاز الواحد يصل إلى 10,000 دولار. وقال بأن هذه الأجهزة مهمة للمصابين بحالات غيبوبة أو يحتاجون إلى مساعدة على التنفس نتيجة انتشار الفيروس في الجهاز التنفسي السفلي وتعطل وظائف الرئتين. الجدير بالذكر بأن الدول الأفريقية تواجه مخاطرا في ظل نقص هذه الأجهزة الحيوية، فجمهورية جنوب السودان لديها 5 أجهزة فقط، بينما أقل الدول الأفريقية امتلاكا لهذه الأجهزة هي جمهورية أفريقيا الوسطى والتي تمتلك 3 أجهزة فقط. ذكر نواب ديمقراطيون ومعلقون سياسيون في واشنطن بأن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى استغلال وباء كورونا لتنفيذ أجندته السياسية خاصة في مجال الهجرة. جاءت هذه التعليقات بعد تصريح الرئيس الأمريكي في تغريدة له بأنه بصدد إصدار أمر تنفيذي لتعليق الهجرة إلى أمريكا مؤقتا. وتحدث ترامب في تغريدة نشرها على حسابه على موقع تويتر عن هجوم من عدو خفي، وهي المقولة التي يرددها الرئيس الأمريكي لوصف فيروس كورونا، قائلا أن الإجراءات الجديدة تستهدف حماية وظائف المواطنين الأمريكيين العظماء. لكن الرئيس ترامب لم يفصح عن المزيد عن التفاصيل حول الأمر التنفيذي الذي أشار إليه. واتفقت الإدارة الأمريكية مع كل من كندا والمكسيك على تمديد فرض القيود على الحدود بين الدول الثلاث أمام السفر غير الضروري حتى منتصف مايو المقبل، كما تفرض إدارة الرئيس ترامب قيودا صارمة على السفر إليها من أوروبا والصين، إلى أن هناك استثناءات لحاملي تأشيرات العمل المؤقتة وتأشيرات الدراسة. أعلنت وزارة الصحة السودانية نهار أمس الثلاثاء تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون تسجيل وفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية. وبحسب بيان الوزارة بلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 107 حالة، بينما بلغت الوفيات 12 حالة، في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 8 أشخاص. ولفت بيان وزارة الصحة إلى أن المرضى بالفيروس يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وشددت الوزارة في بيانها على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
على نفس الصعيد أعد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك ظهور العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان مؤشرا خطيرا داعيا للتعامل بجدية وصرامة مع موجهات وزارة الصحة في بلاده. وأكد حمدوك خلال زيارته لمقر المنصة السودانية لمواجهة فيروس كورونا قدرة المنصة على تجاوز آثار الجائحة، مطالبا بمواصلة العمل وحشد الطاقات في هذا الصدد، وأشاد بجهود الكوادر الطبية في السودان بوصفها خط الدفاع الأول، مثمنا تضحياتهم بأنفسهم في سبيل مساعدة الآخرين. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إريتريا تمتلك 11 جهاز مساعدة على التنفس فنتليتر. الرئيس الأمريكي يستغل الظرف الصحي لفرض أجندته السياسية، وتسجيل حالات إصابة جديدة بالمرض في السودان. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا، وفيما يلي نقدم لكم موجهات منظمة الصحة العالمية لسبل مقاومة هذا الوباء. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله إياكم من هذا الوباء. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الجزء من برامجنا نواصل معكم سلسلة البرامج الخاصة عن الراحلة المقيمة الأستاذة الفاضلة منى مصطفى عبدو، التي انتقلت إلى جوار ربها في 11 من أبريل الجاري. فكونوا معنا سادة المستمعين. هذه إذاعة إيرينا. كمية من الكتابات التعازي والترحم نشرت في الإسفير الإلكتروني سادتي المستمعين. نحن في إذاعة إيرينا سادتي، ومواصلة لما قدمناه من قبل، حاولنا رصد ومتابعة أهم ما كتب عن الراحلة، فإليكم جزء من ذلك. فقد كتب الزملاء في مكتبة أوردات العامة ما يلي: وداعا منى مصطفى، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. في إحدى المستشفيات البريطانية وفي فاجعة سابقة بالحزن، تناقلت الوسائط الثقافية والتربوية ووسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاة الأستاذة منى مصطفى أم شيماء، معلمة اللغة الإنجليزية والناشطة الإريترية المعروفة في مدينة لندن، ابنة المناضل الإريتري الراحل مصطفى عبدو، أسرة شاركت في صفوف جبهة التحرير الإريترية في مرحلة حرب التحرير، وعرفت بتاريخ نضالها الوطني والإنساني. الطيبون يغادرون الأرض سريعا ويختارهم الله بجواره، كما غادرتنا الأخت الصديقة منى مصطفى ذات مساء حزين دون وداع بعد إصابتها بوباء كورونا اللعين، ومعاناة في العناية المركزية أو في العناية المركزة لم تمهلها بوداع أخير يخفف على أحبتها وجع الفقد. توفاها الله، رحيل مباغت يوجع القلب ويدمع العين. إنسانة طيبة حباها الله بوداعة الخلق والكرم، تحمل سماحة الطيبين ووضاءة الخيرين، صاحبة قلب رحيم قدمت الكثير لشعبها وأهلها وللإنسانية في كل مكان. منحت للحياة أسرارها وجمالها، وتلك الحكايات التي خبرتها ما بين الوطن إريتريا وعوالم رحلتها الممتدة بين كندا وموريتانيا وباكستان ولندن، عوالم عشناها معها كأننا دخلنا تلك البيوت
الأمكنة، اتساع يشبه تزامن ما اختزلته من نسيج إنساني رحيم مثل شجرة باسقة تظلل كل من حولها. منى مصطفى عبدو الإنسان النبيل الجميلة التي عرفناها بخصالها الحميدة وابتسامتها الدائمة المشرقة، وأحببناها من القلب للقلب، حتى أولئك الذين عرفوها عبر صفحتها على الفيسبوك وساحات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. وعرفت منى مصطفى بنشاطها الدؤوب في العمل الخيري ومجال حقوق الإنسان ومساعدة اللاجئين، معطاءة في فعل الخير والقضايا الإنسانية العادلة، متفائلة بإيجابيتها وحسن معاشرتها للآخرين، متواضعة في كل شيء، رحيمة لا تتردد أبدا في مد يد العون لكل من يبحث عن مكان آمن أو من انقطعت بهم سبل الحياة، تقرع على أبوابها بالأمل والمحبة وبذل الخير والعلم والمعرفة. رحم الله أرواحا كان وجودها في الدنيا رحيما وجميلا وطيبا. وداعا منى مصطفى سيشكل غيابك الحاضر فرقا شاسعا يا أم شيماء، سنفتقدك، ستبقين في القلوب وفي الذاكرة، وستزهر سيرتك العطرة بيننا مثل ما حباك الله بهذا القلب الطري ومحبة الناس لك. إنه قضاء الله وقدره ولا نزكي على الله أحدا. اللهم ارحمها بواسع رحمتك وأفرغ صبرا جميلا على ذويها وأبنائها وأحبتها إلى جنات الخلد. منى مصطفى، إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. مكتبة أغردات العامة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، لازلنا معكم في هذا البرنامج الخاص عن الراحلة الأستاذة منى مصطفى رحمها الله. وكتب الزميل الأستاذ فتحي عثمان يقول: منى الصبية والتحية، يا صبية يدمع لرحيلك قلب وتنزف لفقدك عين، يا صبية كأني الأم التي لها دم قلب في دمع عين يذوب، عهدي بك تركضين في حقول إحسان وبر، تتناولين زهرة تتمدين وردة وتطعمين خبزا، وحده قلبك كان يخفف الركض، يضع يداه على ركبتيه ويلهث وأنت على البعد تحثينه على الركض. هيا اركض، الحق بي، ماذا يقول الأطفال المحرومون عنك يا عجوز؟ تستثيرينه فينتصب واقفا يسند خاصرتيه بكفيه لركض جديد. هذه منى بنت المناضل مصطفى عبدو وأمها رمز الفداء، كانا يحلمان بسماء زرقاء وحمامات بيضاء ودوحة زيتون حبلى، وعندما حل الجدب في الحقل رحلا واستودعا الصبية الحلمة والمسيرة. عندما فازت منظمتها الإنسانية بالدعوة القضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية لم تجاهر ولم تباهي، كانت أحق بذلك لأنها كانت وراء الفوز، ولكنها آثرت الثواب من الله على الركام والحطام. كنت تنهكين قلبك ركضا نحو الفردوس، عرفك السهل الذي رأى أنك مجلوة للزفاف، فأدرك أنك موعودة للمطر، وأنك أصبحت محسودة من بنات السفوح، وأن العصافير تجمع أثواب عرسك من كل فج عميق، وتنقش حناء كفيك بالورد والسنبلة، تحيين وترحلين وتتركين في القلب سقاما لست أحسن وصفه على إنه ما كان فهو شديد. تمر به الأيام تسحب ذيلها فتبلى وهو جديد، تلوحين وتسألين من يستجمع القلب نحو الفراديس. فتحي عثمان. هذه إذاعة إرينا. المستمعون الأعزاء، لازلنا معكم في إذاعة إرينا الدولية من باريس. بدوره كتب الأستاذ محمود أمان يقول: من هنا ابتدأت الحكاية.
بعد أن جمعنا الفيسبوك مدة من الزمن، جاءتني هذه الرسالة منها تخبرني فيها بأنها قد وصلت إلى لندن بعد غياب 3 سنوات في موريتانيا. كانت في غاية السعادة، حيث إن ابنتها الكبرى ختمت القرآن حفظا، وتعلم البقية منهم مبادئ اللغة العربية، وحفظ بعض منهم سور القرآن. كنت مسرورا بعودتها التي كانت مثابة مرحلة انتقالية لي في حياة المهجر. في تلك الفترة، وقبل أن يتم قبول طلبي للجوء، حيث كنت أقيم في شمال المملكة المتحدة، كانت أم شيماء أو الحجة أم شيماء كما كنت أحب أن أناديها استفزازا لها ومن باب المشاكسة، كانت على تواصل معي بشكل يومي للإطمئنان على مسار قضيتي والتواصل مع المحامين لمحاولة تنسيق الأمور كما يجب، وكأنني من أهم قضاياها. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كانت بعد الله يد عون وسند دون أن أسأل يوما، ولأنها تعرف أنني لن أقبل أي مساعدة كانت ترسل لي مبلغا كافيا لإدارة احتياجاتي عن طريق أحد الإخوة، شارطة عليه ألا يذكر اسمها حتى لا تحرجني، حتى جاء اليوم الذي كان من أسعد أيامي منذ أن هاجرت، حين دعتني فيه للعشاء وللتعرف على زوجها الكريم وأبنائها شيماء وحمزة وأسماء وندى وولاء. في تلك الليلة السعيدة احتفت بي كثيرا وكأنها تستقبل أحد ذويها الأعزاء، ومن شدة كرمها وطيب نفسها لم تدع مكانا فارغا في المائدة من كثرة الأصناف والأطباق التي وضعتها. ولكن المؤسف في الأمر أن جميع ما وضع على المائدة كان من اللحم، وأنا رجل نباتي لا أستطيع إلا أن أرى كل هذا الجهد دون أكله. لم تكن تعلم منى أني نباتي، ونسيت أن أبلغها ذلك، بل وجدت الأمر هين ولا بأس أن اكتفيت بما من الأكل، غير أن هذا الأمر أحزنها حتى دمعت عيناها اعتذارا عما حصل. بعد تلك الزيارة بفترة تم قبول طلب اللجوء، وكانت من أوائل الذين أخبرتهم بذلك، حيث أعلم أنها ستكون سعيدة من أجل كونها كانت تتابع قضيتي باهتمام كبير. حينها عرضت علي بعد أن شاورت زوجها الكريم أن ننتقل للسكن معهم في البيت في غرفة مكتملة في ملحق الحديقة، ذلك منها مساعدة لي كوني أستعد لبناء مستقبلي، ومنها لمساعدة أبنائها في تعلم اللغة العربية والقرآن الكريم. أذكر تلك اللحظة التي قفزت فيها فرحا حين وافقت على العرض، وكانت تتمتم الحين راح يصير عندي أخ معي أسند عليه ظهري. الحقيقة أنها هي من كانت الأخت والسند الذي يطمح أي مغترب أن يحصل عليه عند هجرته. في بداية الأمر اشترطت علي ألا أتعجل في الوظيفة حتى أحسن من لغتي الإنجليزية وأستعد للجامعة، وبحكم أني مستجد في ذلك الوقت ولا أعرف الأنظمة والإجراءات ولغتي ليست بالجيدة، كانت تأخذ بيدي وأنا تائه لإجراءة التسجيل في الكلية وفي العيادة المحلية والبنك والبلدية، بل حتى ملابس العيد كانت تفاجئني بشراء نوع من القميص الذي أحب، ومن حسها الأخوي كثيرا ما كان يضايقها غيابي عن الكلية. وكلما حدثتها بأنني معجب بكتاب أو كاتب كانت تفاجئني بشراء كل كتبه وتهديني إياها. أذكر أنها فاجأتني بمجموعة كتب جورج طرابيشي كاملة، وسلسلة كتب الشيخ محمد الغزالي كاملة. كانت تأمل أن أستمر في طريق العلم والمعرفة، وكثيرا ما كانت
تحدثني عن الكتابة في كثير من القضايا. كثيرا ما رددت نحتاج مفكرين في مجتمعنا، وأنها تراني ذلك المشروع المقبل. قرأنا سوية كثيرا من الكتب والمشاريع، وناقشنا بعمق مع دكاترة ومفكرين وعلماء. من أجمل ما كان يجمع بيننا الثقة والمحبة والتفاهم، فكانت أحيانا تراني أخا لها، وأحيانا ابنا لها رغم صغر سنها، وأحيانا كثيرة تراني أخا كبيرا تأخذ بمشورته دون أي تردد. ولا عجب أنها في كل صباح وقبل ذهابها للعمل كانت تعد للإفطار دون أن أسأل، بل وأجده ساخنا أمام غرفتي أو تركته لي في المطبخ. تلك السيدة العظيمة مع شدة ما كانت تحمل من هموم بني جلدتها وسعيها لمساعدة اللاجئين وخدمة الكثير من المحتاجين وانشغالها بفكرة الوطن والقضية الإريترية. في إحدى المرات كنت أريد طلب مجموعة كتب من إيران، ولم يكن المبلغ الذي معي يكفي، فاستلفت من صديقي المبلغ، وحين علمت بذلك انهارت باكية، لأني لم أطلبها أولا، ولأني بهذا التصرف أضع حواجز بيني وبينها لا داعي لها. لم أرق منها قلبا ولا أسرع دمعا. لم تكن مجرد قريبة أو صديقة أو أخت أو أم، كانت كلها جميعا بالنسبة لي. صاحبتها بكل مشاعري وأيامي ووحدتي، بالجيرة وبالوقت السيء قبل الجيد، بالسقيفة المطلة على قلبها قبل بيتها. قلبي هو الرثاء قبل قلمي، على كونها مفعمة بالحياة وبالطاقة الإيجابية. ألا إنها كثيرا ما كانت تتمنى ألا تعمر ولا ترد إلى أرذل العمر، وكنت كثيرا ما أستفزها وأدعو لها بطول العمر. تلك السيدة العطوف الشغوف، والتي إن بقيت أكتب عنها عشرات الأسطر ما وفيت حقها. اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك، عاملها بما أنت أهل له، فأنت أهل الوفاء والحق. أغفر لها وارحمها، إنك أنت الغفور الرحيم. وإني لفراقك يا أم شيماء لمحزونون. ليت الرحيل خيال، ليته حلم، يا ليته كذبة في شهر أبريل. هذا ما كتبه سادتي الأستاذ محمود أمان في رثاء الأستاذة الفاضلة منى مصطفى. أعزائي المستمعين، لازلنا معكم في إذاعة إيرنا، وهذا البرنامج الخاص على الأخت الفاضلة الراحلة منى مصطفى. وكتبت الزميلة الأستاذة آمال علي محمد صالح تقول: إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. عجزت عن التعزية فيك وعن وداعك يا منى، فها أنت تؤكدين لي أن مخاوفي وتوجسي من اللطف الزائد والأشخاص الرقيقين العذبة أصواتهم ومفرداتهم، فإنما هو توجس حقيقي، وأنه فخ من نوع ما، أو ربما لغم منسي في المسافات بين الصمت والحكي المؤجل، لغم حتمي الانفجار. منى مصطفى سيدة شابة في منتهى الإلفة والود، خصال أصيلة فيها بالتأكيد، ولكنها أيضا قد توحي باهتمامات واحتمالات أخرى، وقد تكون بذور لاحتمال إنسان مغايرة تماما، أكثر تمردا إذا ما كانت الحياة أكثر تمهلا أو أكثر تمهلا بها. قال لي صديق مشترك بالأمس، ونحن في حالة مواساة بعضنا البعض في فقدنا الموجع في منى، قال: كانت تصر على لقائك والتعرف بك، وكنت أقول لها: أنتما ضدان أو متوازيتان لا جامع لكما. وقال: كانت ترد: أنا منفتحة وأصر على التعرف على آمال وملاقاتها. والتقينا في حزيران الماضي،
وبعد ملاحقة منها أنا بكل توجسي من لطفها الزائد ومن كل تلك الأطر والمساحات الفاصلة بين الجغرافيا التغريب الذي بيننا، وهي بكل بساطتها ولطفها الملغوم كانت تنتظرني في الموعد. التقينا في محطة كوينز واي ظهيرة سبت ما صدمتني بيدها الممتدة نحوي بباقة ورد كبيرة وابتسامة ودودة. تعانقنا، عاتبتها على تكلفها عبء احتفاء بورد لا أستحقه، لكنها أصرت على محاصرتي أبعد بلطفها الذي يوجسني، وبقطع من الشوكولاتة الفاخرة قالت: هذه ليوسف ابنك حتى أراه. لم أستطع إلا الرضوخ والمجازفة بأن أصدق أن هذا اللطف لذاته ولا خوف علي منه ولا يحزنون. أخذتها إلى أحد المقاهي المحببة لي، مكياتو الحكي. قلت لها: هذه قهوة الأسمراوية، إيش رأيك؟ وحكينا ساعتان ونحو، كل شيء من كندا إلى لندن إلى إريتريا، من شغفها بالبلد وحسرتها على أنها لم تلامس جغرافيا انتمائها الحقيقي، إلى شغفها بالكتابة ورغبتها في الولوج إلى عالم الصحافة وفضاء العمل العام الإريتري. حكينا وتبادلنا الآراء في البدائل الممكنة، ضحكنا ولم ننسى بأن نتبادل بعض النميمة غير الضارة بين الأصدقاء، وكل ذلك لم يخف عن ناظر تلك البصيرة المتمهلة بالأحكام لهذه الروح الشابة، استياؤها من الزيف والمتاجرة المغلفة بقيم ومفاهيم كثيرة تحت مسميات خيرية ومنظمات مدنية. خبرتها منى وتعاملت معها عن قرب، ولن يغب عمن يتابع سردها دردشتها غير العفوية، قلقها من تفاصيل كثيرة، مثقلة لروحها الشفقة بالتغيير أو الشغفة بالتغيير. منى المتمردة ابنة أبيها كتبت ذلك وهي تغلق عمر بأكمله بصورة لها، جعلتها تعريفا لصفحتها على الفيسبوك مؤخرا: طفلة تحيي العالم بيدها اليسرى متمردة. كتبت منى ذلك، أرادت ذلك، ربما تلخيصا مختصرا لمآلات كانت تراها وحدها وتبحث عنها وتسعى إليها وحدها، متمردة وهي ابنة أبيها فعلا، المناضل الثورجي، صديق ورفيق والدي والشهيد البطل سعيد صالح. تقول والدتي: مصطفى عبدو نعم كان رجلا شجاعا من صف المقاتلين ومن صنف المقاتلين الحقيقيين الذين عبروا دارنا. نحن قريبتان كما قالت منى في محاولة منها لكسر حاجز التوجس الذي كانت تستشعره بقوة في تعاملي معها، ونحن عالمان متوازيان أيضا كما قال صديقنا المشترك، ولكن بكثير من التقاطعات التي بين الطبقات. كانت منى تتحرك في فضاء مختلف بعلاقات بعيدة غير ملموسة بالنسبة لي. كانت منى تصر على إزعاجي بلطفها، وتصر على إرباك مساحة التي قالت عنها ذات يوم بأنها تمرد على القبيلة، ونجحت تماما في ذلك، حيث ها أنا الآن أتنفس وحدي حزني على انسراب كل احتمالات المنى المشترك بيننا، على موتها المفاجئ دون وداع، على منى القريبة البعيدة التي لا أعرف لها جغرافيا ملموسة لأشد على أيادي الذين شكلوها وأعزيهم فيها. منى مصطفى التي أكدت لي مجددا أن توجسي من اللطف الزائد في محله، وأن تلك الورود كانت عربون لحزن مستدام زرعتها منى فيا، منى المتمردة التي رحلت فقط لأنها لم تستطع أن تتنفس أكثر. محباتي وقبلاتي لروحك اللطيفة يا قريبتي. هذه إذاعة إرنا.
أعزائي المستمعين، وكتبت أسرة الشهيد الراحل الأستاذ منى مصطفى كلمة جاء فيها ما يلي: شكر وتقدير وعرفان للتعازي في فقيدتنا منى مصطفى عبدو شيخ محمود أم شيماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله الذي أعطانا فشكرنا ثم أخذه منا فصبرنا. نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان لكل من قدم لنا التعزية والمواساة بالاتصال، ولكل من عبر في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلام المختلفة عن مشاعر حزنه النبيلة، ولكل من رفع يديه إلى السماء داعيا للفقيدة الغالية منى أم شيماء. نسأل الله أن يرفع قدركم ويعلي من شأنكم وأن لا يريكم مكروها في عزيز لديكم، ونسأله تعالى أن يتغمد أمته منى بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها الفردوس الأعلى من جناته ويبارك في عقبها ويتولاهم برحمته وعنايته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. آل نديم محمد نديم زوج المرحومة لندن. آل صالح علي ممثلة في والدة المرحومة الرمانة صالح الإمارات العربية المتحدة. آل عبدو شيخ محمود عثمان عبدو الرياض. آل أزماج يوسف آدم جمال طه لندن. سيداتي سادتي، كنتم مع برنامج خاص رصدا للأقلام التي كتبت معزية وحزينة عن الراحلة المقيمة الفاضلة الشهيدة منى مصطفى عبدو رحمها الله رحمة واسعة، ورحم أباها وكل الشهداء، وحفظ أمها وأبنائها وأحبابها جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. السلام عليكم. هذه إذاعة إرنا. رحم الله الفقيدة الراحلة منى مصطفى وأثابها خير الجزاء عن أمتها وشعبها، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، ويلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر وحسن العزاء. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الموجز لما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إريتريا تمتلك 11 جهاز مساعدة على التنفس فنتيليتر في الوقت الذي تنتشر فيه مخاوف حقيقية من انتشار وباء كوفيد-19 في أرجاء البلاد. ذكر مصدر موثوق لإذاعة إرنا بأن إريتريا تمتلك 11 جهاز مساعدة على التنفس فنتيليتر، وهو الجهاز الذي يساعد المصابين بحالات متأخرة من الفيروس على التنفس ومقاومة المرض. وقال المصدر وهو ممرض سابق في قسم الجراحة في مستشفى أوروتا بأن العدد الإجمالي لكل هذه الأجهزة في البلاد هو 11 جهازا، وأن سعر الجهاز الواحد يصل إلى 10,000 دولار. وقال بأن هذه الأجهزة مهمة للمصابين بحالات غيبوبة أو يحتاجون إلى مساعدة في التنفس نتيجة انتشار الفيروس في الجهاز التنفسي السفلي وتعطل وظائف الرئتين. الرئيس الأمريكي يستغل الظرف الصحي لفرض أجندته السياسية. ذكر نواب ديمقراطيون ومعلقون سياسيون في واشنطن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى استغلال وباء كورونا لتنفيذ أجندته السياسية، خاصة في مجال الهجرة. جاءت هذه التعليقات بعد تصريح الرئيس ترامب في تغريدة له بأنه بصدد إصدار أمر تنفيذي لتعليق الهجرة إلى أمريكا مؤقتا. تسجيل حالات إصابة جديدة بالمرض في السودان. أعلنت وزارة الصحة نهار يوم أمس الثلاثاء تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون تسجيل وفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية. وبحسب بيان الوزارة بلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 107 حالات والوفيات 12 حالة، في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 8 أشخاص.
في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 8 أشخاص. ولفت البيان إلى أن المرضى بالفيروس يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وشددت الوزارة في بيانها على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم في برامج إذاعة إرنا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتح عثمان، ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.